هلو، عاملين ايه؟ عايزه اوريكم النهارده حاجات جبتها من عباس العقاد. اعمل فيديوز اللي انا لما اشتري حاجه اشتركها معاكم واقول لكم الاسعار وجبتها منين، واوريكم حاجات لقطه بشكل مش طبيعي والاسعار. وليه بس اقول لكم ان المحل اللي انا اشتريت منه الحاجات دي هو موجود في عباس العقاد في جو اسمه فيلا. يعني هو عنده كل الحاجات اللي ممكن تلاقيها بره بس باسعار بقل كتير قوي من بره. وده العنوان بتاعه. بصوا بقى اشتريت من عنده ايه. اول حاجه، عارفين يا جماعه الجامب سوت الترندي؟ هي دي بالظبط. انا رحت اقيسها هناك، انا بجد ذهلت من جمالها وبجد بترفع بشكل مش طبيعي وشكلها حلو قوي. فجبت منها المشجره دي. هنعمل فيديو ستايلنج كتير قوي قوي عليها، بس اصلا بصوا القماشه بتاعتها والنقشه بتاعتها حلوه قوي، كمان مع الاخضر ده تبقى شكلها حلو قوي. واسهل حاجه فيها بقى ان هي مش محتاجه تتكوي لان هي اصلا قماشه على طول مفروده. بصوا شكلها، بصوا الجمال. بصوا هو عامل زي دريس بس هو من تحت يعني الحجر بتاعه واسع قوي فعامل زي فستان فشكله قمر قوي. بصوا. فدي اول حاجه، دي كان سعرها 200 جنيه. تاني حاجه، استعدين. جبت من عنده البنطلون ده بنطلون كتان. اللون، درجه اللون بقى يعني عايزين كده نقول 5 ثواني كده نتفرج على اللون. انا لبست اللون ده بجد فظيع. هي بس يعني في حاجه، يعني حاجه صغننه قوي كده مخليني، لان هو من الحجر حسيته ضيق شويه، فحسيته ان هو من الحجر عامل كلكعه كده، بس هو عشان لونه غامق فمش مبين خالص الموضوع ده. بس الالوان الفاتحه بتبقى مبينه. بس بصوا البنطلون عامل ازاي ولونه، يا نهار ابيض. بعدين بقى القصه بتاعته في اللبس حاجه ثانيه، بتطول. يعني انا اصلا قصيره، لما جيت البسه ولبست اندر شيرت او توب ودخلته من جوه حسيت اداني طول. فلا بجد شكله تحفه قوي. وهنعمل فيديو ستايلنج كتير قوي قوي قوي. لازم تعملوا سبسكرايب في الشانل عشان تشوفوا كل الحاجات اللي هتيجي دي ان شاء الله، او كل الفيديوز اللي انا هنزلها دي. فدي شكلها، انا موهومه بالبنطلون، مش موهومه بيه هو نفسه قد درجه البنطلون حلو قوي. وعنده الوان كتيره جدا، اي لون انت عايزاه هتلاقيه موجود في المحل. تالت حاجه، جبت الجامب سوت دي، الجامب سوت الليموني دي مش من نفس المحل، دي من حد من بره بس مش من محل، من بره. دي جبتها ب 300 لان المحل هو الوحيد اللي بيبيع كل جامب سوت ب 200 وعنده نقشات ودرجات حلوه قوي قوي. بس وعنده من دي بس كانت خلصانه، وانا بصراحه يعني عايزه اخلص الموضوع مش هعرف انزل تاني، فجبتها ب 300 بس هي في المحل ده ب 200. مش كده بقول لكم اسعاره حلوه قوي. بصوا بقى اللون عامل ازاي، لون الليموني، لون صيفي جدا وتحفه جدا. والجامب سوت دي تستحق والله تبقى ترند من جمالها. هنعمل برضو عليها ستايل كتير قوي قوي الفتره اللي جايه مع الاخضر في حته ثانيه. بصوا، فدي كان سعرها 300. اخر حاجه بقى جبتها هي مش من المحل برضو بس من بره، بس انا كنت عايزه اجيبه قوي، يعني بيسك دريس. هو ماسك قوي مجسم قوي قوي، فده هنعمل له ستايلنج بس ده لازم يتلبس فوقيه حاجه. بس هو بكم، حبيت ان هو بكم عشان اعرف البس عليه حاجه كات او بكم بقى بمزاجي براحتي. وده طوله طويل قوي ولونه كمان قمر قوي. بعدين هو بصوا عامل كده زي مضلع، الدريس مضلع وحلو قوي، خامه صيفي طريه جميله قوي. بس كده دي كل المشتريات اللي انا جبتها من عباس العقاد. فاضل حاجه واحده بس جبتها من دايما عايزه اوريها لكم. الناس يا جماعه اللي بتحب الكابات اللي ما بتعرفش تمشي من غير كابات في الصيف بالذات زي كده، انا لقيت الكاب ده بيتباع بسعر كده غريب، اول مره اسمع عنه في كابات اصلا ب 50 جنيه ولونه ابيض، وانا كنت عايزه اجيب كاب لونه ابيض اصلا. ف في بقى بصوا هنا في جلاتر من هنا ومن هنا في ترتب، وانا بحب قوي بقى الحاجات دي، بحب ابقى ماشيه كده مختلفه. بس هو مش لونه زاعق وفاقع قوي، لا يعني هما حلوين. بصوا اللبس بقى حاجه ثانيه جدا. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، تحفه تحفه تحفه. هو بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. اكتبوا لي رايكم في كل حاجه، ولو عندكم اي سؤال برده اكتبوا لي هرد عليه. واشوفكم ان شاء الله في الفيديوز اللي جايه الستايلنج. فيديوز الستايلنج بتبقى جايه كتيره جدا جدا، فاستناكم اشوفكم هناك في الفيديوز ان شاء الله. باي باي.